هنعمل بقى النهارده فتة شاورما سوري بالفراخ. انما ايه حكايه بجد، لو جربتوها مش هتشتروها من بره تاني. وكفايه انها اوفر واحلى وانضف بكتير من اللي بتشتروها من بره. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت. هستناكم تشتركوا في القناه وتعملوا متابعه على صفحتي على الفيسبوك. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفه. اول حاجه معانا نص كيلو من الفراخ من البانيه متقطعه شرايح صغيره. هنحط عليها كده رشه من الكاري، ونفضي عليها كمان كيس كامل من توابل الشاورما من بتاعه كنور. التوابل دي بتحتوي على مكونات معينه، اللي مش متوفر عنده كيس التوابل ده هكتب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله المكونات بتاعتها. هضيف كمان عليها شويه من الملح، شويه من الزيت، شويه من الخل، وبقى نقلبهم كويس جدا وبنركنهم لمده ساعتين كده على جنب لغايه ما تشرب التتبيله بتاعتنا. بعد ما بتشرب التتبيله بنجيب بقى حله على النار، بنحط فيها قطعه من السمنه او قطعه من الزبده، وننزل عليها بالفراخ اللي ركناها ساعتين، وبنفضل نشوح فيها زي ما احنا شايفين كده. طبعا الفراخ متقطعه صغير فما بتاخدش سوا كتير قوي، ومش بتحتاج انك تحطي عليها ميه ولا اي حاجه. كل الحكايه بتغطيها وتوطي عليها النار، والميه اللي هي بتنزلها هي اللي هتسويها كده منها فيها. وبعد ما بتستوي الفراخ بنرفعها على النار، ونبتدي بقى نجهز العيش بتاعنا. معانا حوالي رغيفين 3 كده من العيش الابيض او العيش الشامي. انا بصراحه بستخدم عيش الافران العادي اللي هو الابيض الخفيف ده، هو انسب حاجه للشاورما السوري او العيش الشامي الخفيف قوي، لان احنا مش محتاجين العيش يكون جامد. يعني احب ان هو العيش لازم يكون خفيف عشان يبقى يعني رقيق وجميل. هنجيب بقى شويه زيت، هنغليهم كويس جدا، وهننزل فيهم بالعيش بتاعنا، ونستمر كده في التقليب علشان يبقى العيش كله لون واحد ومفيش ناحية تتحرق وناحية لأ. ونبتدي بقى أول ما العيش بتاعنا يبقى لونه ذهبي نطلعه على طول ونصفيه كويس جدا جدا من الزيت، علشان العيش بتاعنا ما يبقاش مزيت. يعني نطلعه على مصفى خارجية كده لغاية ما ينزل الزيت بتاعه كله. هنجهز بقى تالت حاجة في فتة الشاورما بتاعتنا، وهي الرز. هنحط شوية من الزيت، عليهم قطعة من السمنة أو الزبدة، ننزل عليهم بعود قرفة، ليمونة مجففة، 3 من ورق اللورة، شوية من الكاري، شوية من الكركم، 4 حبايات كده من القرنفل. ونبتدي نشوح الخلطة بتاعتنا دي كويس أوي. أهم حاجة في الرز إن ريحة التوابل بتاعتك تبقى حلوة وتطلع كده في تشويحة السمنة، علشان تدي للرز بتاعك طعم وريحة حلوة. هننزل بقى عليهم، أنا كنت عاملة كوبايتين من الرز البسمتي. طبعا اعملي الكميه اللي تناسبك، بس اهم حاجه ما تنقعيش الرز خالص عشان يطلع مفرفر وحلو. وبتضيفي على كل كوبايه من الرز كوبايه ونص من الميه المغليه. اهم حاجه تكون الميه مغليه عشان يطلع الرز معاكي حلو. ننزل بقى عليه بالرز، ونبتدي ان احنا نغطيه، ونضيف طبعا شويه كده من الملح حسب برضو كميه الرز اللي انت عاملاها. واول ما الرز بتاعنا يبتدي يغلي بنغطيه ونسيبه يتشرب براحته زي اي طريقه رز عادي. كده بقى احنا جهزنا كل المكونات بتاعت فتة الشاورما، وهي الفراخ بتاعتنا، وجهزنا الرز، وجهزنا العيش بتاعنا. هنسيب بس كده الرز بتاعنا يتهوى، ونشيل التوابل بتاعتنا اللي هي مصححة دي عشان نقدر نغرف ان احنا نغرف الرز بتاعنا. وجهزنا كمان العيش بتاعنا زي ما شايفين لونه ما شاء الله ذهبي وجميل. هنتبله كده بشوية ملح وشوية من فلفل اسود، لانهم بيدوا للعيش بتاعنا طعم. وممكن انا يعني بعمل كمية كبيرة وبحطه كمان جنب فتة الشاورما كده جنب طبق التومية. بنغمس تومية بيبقى طعمه حلو قوي. وانا مجهزة التومية بتاعتي، وكمان هسيب لكم مقادير التومية بتاعتي في صندوق الوصف، ولو حابين فيديو للتوميه انزله لكم تاني. انا كنت نزلته قبل كده بس مفيش مشكله، ممكن انزله تاني. ابتدي بقى اغرف فتة الشاورما بتاعتي. طبعا انا بحط شويه كده من الرز، وببتدي انزل احط بقى العيش بتاعي حوالين الطبق كده بشكل جمالي. لو حابه تحطيه فوقيه زي المحلات مفيش مشكله. وبعدين اخر طبقه بقى بحطها هي الشاورما بتاعتي او الفراخ بتاعتي. وبعدين بقى باخد شوية من التومية بتاعتي بنزلها كده على العيش. ولو حابة كمان تحطي فوق الفراخ والرز مفيش مشكلة، بس انا بفضل نحطها على العيش بس. وبجد بالطريقة دي هتاكلوا احلى فتة شاورما، احلى من اللي بتاكليها من محلات كمية وفيرة، اوفر واحلى وانضف بكتير من اللي بتشتروها من بره. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها يا ريت تشاركوني في تعليقاتكم اذا اتظبطت معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يدخل يشترك، واللي لسه ما عملش متابعه على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحتي على التيك توك يدخل يعمل متابعه حالا. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده ان شاء الله.